النهارده احنا هنتكلم عن مشكلة بتواجه أغلب المحاسبين وخصوصا محاسب العملاء. تعال نبص على السيناريو اللي قدامك. بيقول لك أنت محاسب عملاء في شركة توزيع. المدير المالي عايز يعرف أرصدة العملاء قبل الاجتماع وعايز يعرف مين العملاء المتأخرين. وقدامي هنا العميل، قيمة الفاتورة، وتاريخ الاستحقاق. طيب أنا محتاج أفكر في الموضوع ده أحلها إزاي؟ والله أنا عايز أقارن تاريخ الاستحقاق ده بتاريخ النهاردة. طب تاريخ النهاردة ممكن أجيب له معادلة وهي معادلة توداي، وعايز لما أقارنهم ببعض لو لقاه متأخر أو ألاقيه ساري. طيب هتبدأ هنا إن أنت تحط دالتك يساوي إف. هبدأ أقول له والله لو التاريخ ده أكبر من تاريخ النهارده. طب يعني ايه تاريخ النهارده؟ والله تاريخ النهارده يعني توداي. هبدا ان انا اكتب له توداي. هتلاحظ ان انا كتبت توداي بدون يساوي. انا هكتب توداي وادوس تاب، وهبدا اقفل القوس بتاع توداي وادوس فاصله. هيقول لك لو الشرط اتحقق اكتب لك ايه؟ والله لو الشرط ده اتحقق اكتب لي ساري. اعمل فاصله شيفت وفاصله عشان اعملها وانا شغال عربي. طب وعايز لو ما اتحققش والله اكتب لي متاخر. هتدوس انتر هيقول لك اقفل لك قوس الايف، هدوس يس. وهتبدأ إن أنت تشد المعادلة بتاعتك. بس هتلاحظ إن في مشكلة. هنا الإكسل قاري كله ساري. طب ليه؟ لأن هنا عندنا مشكلة في التاريخ. الإكسل قاري التاريخ غلط. هتبدأ تعلم على التاريخ بتاعك، الحتة دي مهمة جدا. هتروح على تبويب داتا، تكست كولوم، هتتأكد إن أنت دايس ديليمينيتد وهتروح نيكست. هنا مش هنعمل حاجة نيكست. وهتيجي هنا تقول له والله أنا عايز أرتب التاريخ دي مانث يير، وهتدوس فينش. هتلاحظ هنا إن التاريخ ظبط معاك، والتاريخ الجديد او اللي لسه جاي في المستقبل لسه بيقول لك ساري. واي تاريخ قديم او قبل ال 16 6 هيبدا يقول لك متاخر. وممكن طبعا ان انت تعمل حاجه جميله جدا. انت ممكن تدي لون او كونديشنال فورماتنج مثلا. تعال نقول هنا كونديشنال فورماتنج. والله انت لو لقيت ان الكلمه عندك متاخر ابدا اديني لون احمر. هتلاحظ هنا كمان ان الاكسل قال لك مين الناس المتاخره، وممكن كمان تعمل نفس الموضوع ده للساري. وهنا كانت مشكله كبيره ممكن يواجهها محاسب العملاء. دلوقتي احنا هنتكلم عن تاني مشكله معانا، وبرضه ممكن يشارك فيها محاسب العملاء او مدير المبيعات. هنا بيقول لك عايز مدير المبيعات يحسب عموله 5% لاي مندوب مبيعاته عدت ال 100,000، ومديك هنا المندوب والمبيعات. طيب ايه الداله اللي ممكن تعمل لي كده؟ والله داله اف. هبدا ان انا اكتب له يساوي اف، وهبدأ إن أنا أختار المبيعات. هقول له هنا لو والله لو المبيعات دي أكبر من 100,000 فاصلة. طيب لو حصل فعلا اعمل إيه؟ والله أنا عايزك تاخد المبيعات دي وتضربها في كام؟ في 5%. هتكتب له 5% فاصلة. طب لو ده ما حصلش اكتب لي صفر، أو في حاجة أحسن من الصفر. أنا ممكن أقول له اعمل لي فراغ، علامات تنصيص مسافة، علامات تنصيص شيفت وطه. هدوس انتر. هتلاحظ ان هنا اول حاجة عندك فراغ، هتشد المعادلة. هتلاحظ هنا ان اجي نتيجة مبيعات اكبر من 100,000 بدأ يحسب لها العمولة بتاعتها. وكده انت عملت دالة شغالة اوتوماتيك بدون اي تدخل منك. تعالى كده نبص على المشكلة أو السيناريو التالت. المدير المالي عايز يعرف إجمالي مصاريف الكهرباء من المصاريف اللي قدامك هنا. وهنا عندك نوع المصروف والقيمة. طيب أنا عايز دالة تجمع لي بشرط. دالة إيه؟ والله دالة سم إف. هنيجي هنا مثلا هنكتب المصروف، ونيجي هنا نكتب الإجمالي. هبدأ إن أنا أقول له يساوي. تعالى قبل ما نعمل الدالة بتاعتنا نعمل حاجة حلوة جدا. أنا عايز لما أختار المصروف يبدأ الدالة بتاعت الإجمالي تشتغل. بمعنى أصح أنا عايز أعمل حاجة اسمها قائمة منسدلة. من إيه؟ من تبويب داتا. هروح أعمل داتا فاليديشن، أو هعمل ليست. السورس بتاعك والله أنا عايز كهرباء، مية، إيجار، إنترنت. ممكن تجيبهم من مكان السؤال أو تعملهم أنت بنفسك. هدوس أوكي. هتلاحظ هنا إن المصاريف اللي إحنا اخترناها ظهرت عندنا. تعالى مثلا نختار مصروف الكهرباء اللي احنا محتاجينه، وهدوس هنا يساوي. انا عايز دالة بتجمع بشرط، هقول له sum if. اول حاجة ايه الرينج بتاعك؟ والله انا الرينج بتاعي انواع المصاريف. وهبدأ ادوس له F4 اثبت له النتيجة بتاعتي
فاصلة ايه الكريتيريا، ايه الشرط بتاعك؟ والله الشرط بتاعي لما اختار لك مصروف من الخلية دي وهبدأ ان انا اثبت الخلية، فاصلة السام رينج بتاعك فين الارقام؟ والله هعلم على القيم بتاعتي، هدوس F4 انتر. قال لك مصروف الكهرباء 3750. والجميل هنا بقى ان انت تقدر تغير المصروف براحتك. انا ممكن مثلا اقول له لا انا عايز اعرف مصروف الميه 800، لا والله انا عايز اعرف الايجار بيكلفني كام، قال لك 10000. وكده انت عملت تحليل مصروفات صغير وحليت مشكله كان طالبها منك المدير المالي. تعالى هنا نبص على السيناريو او المشكله الرابعه. بيقول لك هنا قبل اقفال الشهر المالي مطلوب معرفه عدد الفواتير الغير مدفوعه، ومديك هنا ارقام الفواتير والحاله بتاعتها. طيب انا هنا عايز داله بتعد لي وترجع تديني نتيجه، يبقى انا عايز اعد بشرط، يبقى هقول له داله كاونت اف. كاونت اف داله بتعد بشرط، بيقول لك ايه الرينج بتاعك، ايه الشرط اللي انت عايزه؟ والله انا عايزك تبص لي هنا على الحاله، فاصلة. طيب عايز ايه من الحالة دي؟ والله انا عايزك تعرف لي منهم الغير مدفوع، هدوس انتر هيقول لك 4. طيب تعالى نكرر المعادلة بتاعتنا ولكن المرة دي المدفوع. هبدأ اقول له برضو كاونت اف الرينج بتاعي مكان تواجد الشرط الحالة بتاعتك، فاصلة. المرة دي والله أنا عايز أعرف كام واحد مدفوع، هيقول لك 3 بمنتهى البساطة. خلصنا عن طريق استخدام دالة كاونت اف العد بشرط. تعالى نتكلم على الفكرة أو السيناريو الخامس. هنا مديك أرقام فاتورة ومطلوب منك استخراج كود الفرع من أول 3 حروف. هتلاحظ هنا إن عندك كود الفرع بعد كده فاصلة ورقم الفاتورة. طيب أنا عايز دالة تاخد لي الجزئية دي. إيه اللي ممكن يعمل لك كده؟ والله أنا ممكن أعمل كده عن طريق دالة ليفت. طب ليه ليفت؟ لأن أنا عايز آخد حاجة شمال الخلية. هبدأ أقول له يساوي ليفت. فين الدالة أو فين التكست بتاعتك؟ هختار له التكست هنا، رقم الفاتورة، فاصلة. عايز تسحب كام حرف من هنا؟ والله أنا عايز أسحب 3، هدوس انتر. هتلاحظ هنا إن الإكسل بدأ يسحب لك كود الفرع أو كود المحافظة بتاعتك. طب هل كان في طريقة تانية ممكن نجيب بيها؟ في طريقة تانية. أنا ممكن ما استخدمش دالة خالص. والله أنا ممكن أعملها إزاي؟ أنا ممكن أجي هنا أبدأ أقول له سي اي اي، أدوس انتر وأدوس كنترول اي. ايه اللي حصل؟ والله الاكسل عمل حاجه اسمها فلاش فيل. كنترول اي ده في اختصار فلاش فيل. اخد الريفرنس بتاعك وكرر لك النتائج بدون ما تستخدم الداله. ودي كانت اكتر من طريقه عشان لو عايز تستخرج كود من حاجه او كود من رقم فاتوره. تعال نبص مع بعض على مشكله او سيناريو رقم 6. هنا مديك اكواد الموظفين. هنا اول حاجه المحاسب، بعد كده الرقم او الكود بتاعه، وهنا الحرف. وهنا عايز يستخرج من كود لاستخدامه في نظام الرواتب. طيب انا عايز اسهل حاجه في النص يبقى ميد، اختصار لكلمه ميدل. فين التكست او الكود بتاعك؟ هشاور له على الكود بتاعي، فاصله. خلي بالك بقى الستارت نمبر، انا ابدا النص بتاعك منين؟ انا هنا الحرف الايه رقم 1، سي 2، سي 3. وخلي بالك عشان الحته اللي في النص دي او الشرطه دي تعتبر 4، يبقى انا هبدا من رقم 5. طيب اسحب لك كام رقم؟ والله انا عايز 101 او 102 وهكذا، يبقى 3. هتدوس انتر. هتلاحظ هنا ان الاكسل استخرج لك الكود بس بتاع الموظف عن طريق داله ميد. تعال نبص مع بعض، نبص على المشكلة الأخيرة، المشكلة رقم 7. مدير المبيعات عايز يعرف أكبر عملية بيع خلال الشهر. تبدأ تقول لي والله يستخدم دالة ماكس. بس أنا عندي مشكلة هنا في دالة ماكس. أنا هعلم على القيم بتاعتي وهدوس انتر، هيقول لك 30000. بس مش هيقول لي هي أنهي فاتورة برضو. لا أنا عايز حاجة أسرع. أنا عايز دالة تقول لي ترتيب الفواتير وأعرف منهم أعلى رقم إيه. طب الدالة دي ممكن تبقى إيه؟ قال لك والله دالة رانك. تعالى يقول له يساوي رانك. اول حاجه في داله رانك بيقول لك فين النمبر اللي عايز تبدا تقارن بيه او ترتبه. هدوس على اول رقم عندي، فاصله. الريفرنس بتاعك اللي فيه الارقام كلها. هبدا اعلم على كل الارقام، وخلي بالك انا عايز اثبت الموضوع ده تثبيت كامل، هدوس F4، فاصله. بيقول لك ابدا اعد لك من الكبير ولا من الصغير؟ لا ابدا اعد من الكبير، descending، وهتدوس انتر. هيقول لك ان ده رقم 6. وهتلاحظ هنا ان ال 30000 هي رقم 1، وكده اعتقد احسن بكتير من دالة ماكس.